ما بالك يا سيد الأسباع قد تغيرت أحوالك. هذا الجرب الذي قد جهدني وليس له دواء إلا قلب حمار وأذنه. ما أيسر هذا؟ وقد عرفت بمكان حمار مع الشخص الذي يغسل الثياب يحمل عليه ثيابه. سآتك به. ما لي أراك مهزولا. لسوء تدبير صاحبي، فإنه لا يزال يجيع بطني ويثقل ظهري، وما تجتمع هاتان الحالتان على جسم إلا أنحلته وأسقمته. كيف ترضى المقام معه على هذا؟ ما لي حيلة للهرب منه، فلست أتوجه إلى جهة إلا أضر بي إنسان، فكدني وأتعبني وأجاعني. أنا أدلك على مكان معزول عن الناس لا يمر به إنسان، خصيب المرعى، فيه قطيع من الحمر ترعى آمنة مطمئنة. وما يحبسنا عنها، انطلق بنا إليها. يا سيد الأسباع أعجزت إلى هذه الغاية. إن جئتني به مرة أخرى فلن ينبو مني أبدا. ما الذي جرى لك؟ إن أحد الحمر رأى أنك غريبا فخرج يتلقاك مرحبا بك، ولو ثبت لأنسك ومضى بك إلى أصحابه. استعد له فقد خدعته لك، فلا يدركنك الضعف في هذه النوبة، فإن أفلت فلن يعود معي أبدا، والفرص لا تصاب في كل وقت. لقد ذكرت الأطباء أنه لا يؤكل إلا بعد الاغتسال والطهور، فاحتفظ به حتى أعود، فأكل قلبه وأذنيه وأترك لك ما سوى ذلك قوة لك. أين قلب الحمار وأذنه؟ ألم تعلم لو كان له قلب يعقل به وأذنان يسمع بهما لما رجع إليك بعدما أفلت ونجا من التهلكة في أول مرة؟